هذا ركون للقوم الظالمين، ركون للعدو، ركون للصهيونية. هذه موالاة للعدو ضد المسلمين. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والله عز وجل يحذرنا من أن تولى العدو، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يمكن أن يحصل هذا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. ألا ترون ما يفعله اليهود والصهاينة بالفلسطينيين الأبرياء من تدمير بيوتهم وإخراجهم وقتلهم يفعلون وحصارهم؟ كل هذه المآسي اللي ترونها كلها غير كافية. ما زالت أن تشاركوا مع اليهود ومع الصهاينة وتطبعوا معهم وتعاونوهم على إخوانكم المسلمين. لا يحل هذا، والله لا يحل ولا يجوز، حرام عليكم. اتقوا الله. هذا ما بقي لأهل ليبيا، أن موقفهم ثابت حول القضية الفلسطينية، وأنهم لا يقبلون فيها أنصاف الحلول والمساومات ولا ما يفعله المطبعون.